السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال والجودة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في ذا بودكاست. حلقة النهاردة حلقة مختلفة لأن هي كانت مفروض تتصور في أمريكا، ولكن لحظنا الحلو إن صاحب الشركة موجود في زيارة سريعة لجمهورية مصر العربية، فخطفناه عشان يبقى ضيف حلقتنا النهاردة معنا ومعاكم. صاحب شركة رايف فيب، الشركة المرخصة المنتجة متوفر في السوق المصري، وده أول ليكود على فكرة يا جماعة، مرخص في بيز موجود في الماركت. مصطفى أهلا بيك. اهلا بيك يا شادي، مبسوط ان انا معاك. طبعا احنا اللي مبسوطين بوجودك، وكانت مفاجأة بالنسبة لنا الزيارة السريعة الجميلة دي، لان احنا حابين ان ده بودكاست يتصور مع، زي ما قلنا في الاول، احنا هنصور مع ريفيورز، هنصور مع مستوردين، هنصور مع براندات، واغلب البراندات اللي موجودة في الماركت للأسف مؤخرا هي صيني فقط، ولكن الشركات الامريكية ما بتجيش هنا كتير. فالحمد لله ان انت موجود عشان يبقى عندنا هذا السبق ان احنا نبقى اول ناس عملنا برنامج مع صاحب براند امريكي. طبعا في الاول زي ما احنا عارفين احنا بنكسر التلج، فمع مصطفى هيبقى الموضوع مختلف شوية. يعني بس هنحاول يعني. وهقول لك، لو انت صحيت من النوم ولقيت نفسك مش صاحب رايف فيب، وبقى عندك وانت في امريكا بقى عندك محل كشري، هتسميه ايه؟ رايت بيبس. برضو للكشري. يعني طب ايه؟ طب ابو مصطفى مثلا، لا 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 ابو لا. طارق، اي حاجه. يعني مش انا بس، كل الناس اللي بتشتغل في رايت فيبس احنا مش شايفين حاجه في حياتنا غير رايت فيبس. فكده كده 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 هنلف ونرجع، لو رحنا في اي بزنس تاني هنلف ونرجع لرايت فيبس في الاخر. مش عارف انت متابع مهرجانات ولا لا، ولكن لو انت شايف الفيب مهرجان، هيبقى مهرجان ايه؟ حتى لو انجليش بقى انا معاك. هو مفيش مهرجانات انجليزي. يعني حاول طب احنا مثلا، يعني هغششك مثلا نو بين نو جين مثلا، اللي هو احنا بنتفشخ، فانا عارف الشغلانه دي، فلو ما اتفشخناش مش هنكسب، انت مش يعني مثلا. من الناس القديمه في الاندستري دي من زمان، فاكيد عارف الموضوع صعب قد ايه انك تديفلوب حاجه، منتج او برودكت او فليفر. الموضوع ممكن ياخد شهور، ممكن مظبوط، ياخد سنين. مظبوط. يعني نو بين نو جين، ده حقيقي. اوكي طيب خلاص اعتمدها. بما انك صاحب منتج بتتعامل مع كل اسواق العالم، ودي حاجة مختلفة طبعا. الفرق دايما ان انا اول مرة استضيف حد بيبيع منتج في العالم. اوكي، فايه اغرب سؤال اتسألته من زبون، من ديستريبيوتر بيشتري منك رايف بي، ايا كان بقى البلد بتاعته ايه؟ طيب، هو بما اننا بنبيع في بلاد كتير قوي، ففي شويه برودكتس كده عندنا متفصله للبلد دي. اوكي. فبتحصل كتير قوي، مثلا انت ممكن تيجي تكلمني تقول لي هو احنا ليه ما عندناش المنتج ده موجود في مصر. امم. هو في الحقيقة ان المنتج ده بيبقى متفصل لمجموعة بلاد. زي مثلا على سبيل المثال الازايز مثلا العشرة ملي، اوكي. دي بتشتغل في دولة واحدة عربية ودولتين من اوروبا امم. وخلاص، على كده بقية العالم التاني بيستخدم 30 و60 و120. مظبوط. فدي بتبقى اغرب الحاجة، ده انت ما بتعرفش توفر له ده لان ده متفصل على دولة تانية، امم. مش للسوق بتاعه فهو مش يعني. بتاعك، فانت عايزه بالظبط ليه؟ كده. اوكي طيب، لو حبيت اسال مصطفى، شركه رايف فيب مين اكبر منافس ليها؟ احنا في التوباكو سيريس ما اعتقدش ان احنا لينا منافس. مم. بس طبعا في الديسبوزبلز والفروتس في شركات كتير في الماركت بتنافسنا. مم. اوكي، يعني عايز تقول مش شايف حد يعني. لا خالص والمخرج دلوقتي يقوم داخل لنا فانا مش شايف فيكم حد. ايوه. امم. اتفضل. احنا ما ينفعش نقول كده على فكرة. لا احنا بنحب نسخن الحلقه شويه. ماشي اوكي، لا بس بالاحترام. اوكي. اوكي بما يرضي الله. ايوه بما يرضي الله، الدين بيقول ايه؟ بس طيب، بما ان انا شايف ديسبوزبلز كتير معاك، ورايف فيب احنا عارفين ان هي بتعمل ديسبوزبل، يعني هما كام نوع الاول؟ عشان انا عارف ان في مصر في 3، لكن مصر فيها 3 بس، اجمالا احنا عندنا 8 حاليا موجودين في اسواق مختلفة من العالم. اوكي. الديسبوزبل بتاعك ايه اكتر فليفر مصطفى بيستخدمه؟ في سي تي طبعا. اوكي. طيب الديفايس بتاعك
لو بيتكلم هيقول لك ايه؟ ده هيقول كتير. مفيش ديفايس منهم اتعمل بسرعة او يعني خلص بسرعة، فكل واحد منهم اتحط منه يعني اسرع حاجة اتعملت كانت الار في 20 كي. ده تقريبا اشتغلنا عليه تقريبا اكتر من 4 شهور. مم. لا اي ده ديفايس، اسرع حاجه. اي ديفايس منهم يقول كتير قوي. اوكي. هو خد بالك برضو الموضوع مختلف، ركزوا معايا ان الموضوع مختلف. دايما الضيف الحلقه بيتكلم عن الديفايس كمستخدم، هنا هو كمنتج، فالموضوع رايح في حته اوسع. يعني طيب. تفاصيل كتيرة قوي في كل جهاز. اه بصراحه عمرك شربت فليفر من عندك وما عجبكش وقلت هو ايه اللي انا بعمله ده؟ في 2 فليفرز واحنا حاليا شغالين عليهم، عاملين عليهم ثورة، هيتغيروا اوكي. تمام. اوكي طب الحمد لله، يعني في غيرك بيسيبهم والله. يعني لا. انت اللي انا اقصده ان انت ذوقك الشخصي مهم. بيفرق في المنتج اللي بيتوفر في السوق. عشان اكون امين بنسبة كبيرة، مم. بس بما ان انا واحد من الشركاء، احنا 3 شركاء، اوكي. فعلى الاقل عشان الفليفر ده ينزل على الاقل لازم يكون في 2 من الشركاء موافقين، زائد كمان الفيدباك يعني الماركت ريسيرش اللي احنا بنعمله. مم. انت عارف ان انا ساعات كتير ببعت، ممكن ابعت لك سامبل اقول لك شادي احنا بنعمل كذا، مظبوط. فعايزك تدوق قول لي ايه رايك واديني فيدباك مم. وبتاع. مم. وبنسمع كتير قوي لناس كتير احنا بنثق في رايهم يعني. اوكي. ايه اكتر موقف محرج حصل لك من ديستريبيوتر غير اكتر. الفصال؟ يعني غير الفصال، لان دي حاجه انا لا شفتها بعيني. اكتر حاجه، لا هو اكتر حاجه محرجه كانت الفصال طبعا. لا فصال بس الناس ما بتهزرش يعني. خصوصا يعني احنا كبراند امريكي، يعني موزعيننا كمان في الدول العربيه. انت عارف احنا بنتقابل بعض بقالنا سنين، في ناس كتير ما تشوفهمش غير في المعارض. اوكي. فلا بتبقى فرصه يعني، احنا مش بس فرصه ان احنا هنتفاصل فيس تو فيس، الموضوع مختلف اكتر بقى. وعادي ممكن نبقى بنتكلم في حاجه ونطلع نتغدى او نتعشى او نسهر سوا ونكمل فصال في العشاء عادي جدا، حصل. وانت اوكي. حضرته كذا حصل. مره. فالموضوع ما بيقفش هنا يعني. لا. عندي سؤال ليك شخصي برضو. انت من نوع الناس اللي بيبقى عنده استعداد يجرب كل الفليفرز ولا بتمسك في فليفر؟ يعني انا بفضل دايما، حتى لو انت ماسك في فليفر، ان انت كل فتره كده تكسرها بفليفر تاني او 2. بص يعني خلينا اه. اتكلم في الحتة دي. مؤخرا انا واحد من الناس، اغلب الناس عارفة يعني، واغلب متابعيني عارفين ان انا بشرب في سي تي في الدم كده يعني. اوكي. بس مؤخرا لما جربت الفي سي تي بلاك والفي سي والفي اس سي، اوكي يعني الفانيلا سولتد كاراميل. بالظبط لما جربت الحاجات الجديدة دي عجبتني. انا ما كنتش متخيل ان ممكن الاقي فليفرز تانية فراي فيب ممكن تخطفني، ولكن ده لقيته لما اديت لنفسي المساحة ان انا اجرب، يعني ما اجرب. بص، جزء كبير قوي من الموضوع، في ناس بيبقى عندها زي ريزيستنس كده او مقاومه لفكره ان انا اجرب فليفر جديد. وده مش بس رايت فيبس بتواجهه، كل الشركات كتير بتواجهه يعني. اي منتج جديد بينزل السوق دايما بيواجه مقاومه. مم. بس وانس ان الناس جربت حاجه وهي فعلا طعمها حلو مم. ومعموله كويس مم. ومتعوب عليها فبتنجح. والثلاثه فليفرز تحديدا اللي انت قلتهم دول هم فعلا ارقامهم مم. من بعد معرض دبي، وهي ارقامهم فعلا بتعلى شهر ورا شهر ورا شهر، وده دليل على ان الناس عاجباها. اخر سؤال في الجزء ده، عمرك قابلت زبون كان فاهم في المنتج بتاعك اكتر منك؟ في ناس بنقابلهم في المعارض، ده حقيقي. في ناس بتبقى فاهمه كويس قوي احنا بنعمل ايه، والموضوع بيبقى موتر لينا احنا. اوكي. ان هو تحس ان انت مفيش حاجه خاصه هو احنا مذاكر. هو فاهم الموضوع كله. في ناس بتناقشك في الريسبي، اوكي. بتحصل عادي جدا. مم. ففي حصلت اكتر من مره ان احنا قابلنا حد فاهم قوي في الموضوع، عارف كل حاجه بتحصل ازاي. وكمان بيديك مقترح اللي هو ايه رايكم لو تعملوا كذا بدل كذا، او ما نزود هنا في تزود الفليفر ده هنا. السويت شوية بس وتقلل نفس الفكره، بس اوكي. هي في نسب وفي جايد لاينز بتحكمنا، بالظبط. عشان بالظبط، برضو. لان ده وورلد وايد، هو ممكن يبقى ده ذوقه على سوقه فهو الموضوع تمام هنا، بالظبط. لكن لو راح سوق تاني فانت غيرت الريسبي فالدنيا هتبوظ منك. بالظبط كده. وده طبيعي. طيب لو هقولك صح ولا غلط سريعا كده، لما يكون الليكويد مسكر اكتر بيبقى احسن بالنسبة لك؟
لا طبعا. لا طبعا. اوكي. طيب صح ولا غلط؟ مصطفى بيقابل ديستريبيوترز بيودوا الستورز، انت بتجمع الفيدباك. انا عارف ان انت، لان انت بتعمل ده معايا انا شخصيا، انت بتجمع الفيدباك من على الارض، من الحاجات اللي بتتعمل في الستورز تحت مع اليوزرز. طيب فهل انت شايف ان اغلب اليوزر في سوق الفيب ما بيبقاش فاهم هو بيشرب ايه؟ لا ما اعتقدش، لا يعني اللي بيشرب حاجة حتى لو ما عجبتوش هي ما عجبتوش في الاول وفي الاخر. لا انا برضو هكون واضح معاك. مهم. الفي اس سي، اوكي، مهم. دي حاجه لسه جديده. فانا مظبوط. بالنسبه لي انت لسه، انا نطقت اللي مكتوب في اس سي مهم. وخلاص. الفي سي تي هي بقت في سي تي، انا بدخل انا مم. عايز في سي تي، مم. بس انا ما اعرفش مكوناتها. يعني عارف اللي اللي هو هي الفانيليا كاستر توباكو، اوكي، في اوكي. تفاصيل تانية جوه انا مش عارفها ومش صح. هعرفها. اوكي. تمام. فده بيوديني للحته التانية، نفس السؤال اللي هو هل اغلبهم، هو صح او غلط، هل مم. اغلبهم بيبقى مش فاهم ولا في ناس فاهمه ايه التفاصيل اللي ورا التلاتة اللي انت كاتبهم؟ الاغلب بيبقى فاهم. الاغلب فاهم يعني الاغلب فاهم. اوكي. طيب ده سؤال عام. الفيب ملوش اي علاقه انك تبطل سجاير، ودي اشاعه تسويقيه. الفيب ملوش اي علاقه انك تبطل سجاير، ده هو احد اهم الوسائل ان انت تبطل سجاير. اوكي. اغلب المرتجعات اللي بترجع للشركه مم. بتبقى سوء استخدام مش عيب تصنيع، ولا ممكن يبقى عندي عيب صناعه؟ مش عارف انا المفروض اقول حاجه زي كده ولا لا، بس احنا في 2025 الحمد لله ما عندناش ولا حاله ارتجاع. الحمد لله ما شاء الله. حسدش يعني. طيب اللي بيشرب نيكوتين من 50 من اول يوم، مم. انت شايف ان هو داخل ينتحر مش يبطل سجاير؟ وتنصحه بايه برضه لا يعني؟ لازم لازم تقلل النيكوتين دوز بتاعتك، يعني التارجت لو انت هتكمل في شفت صوت نيكوتين دي؟ شفت امريكي. كمل يا باشا. كمل. لو انت يعني ابتديت تشرب فيب على 50 نيكوتين، مم. المفروض التارجت بتاعك انك تنزل لل 30 او ل 25 وبعد كده لل 20، ولو قادر تنزل الفري بيز يكون احسن احنا واحسن. على ايامنا ما كانش فيه اصلا الموضوع ده، احنا كنا بنبدا بالفري بيز. تمام. اجرب الدي ال واجرب الام تي ال، اوكي، مم. او ابدا بالدي ال واطلع للام تي ال، او العكس ابدا ام صح. تي ال وارجع للدي ال. ولكن احنا الجيل الجديد ده كله هو بيبدا بالسولت. يا جماعه طب ما هو يعني هوضح لكم حاجه برضو بما ان ده تخصصي شويه. الشركه مثلا اول حاجه بدات ترخصها هي الفري بيز مش السولتنج، مع ان اسهل بكتير ان انا اوفر الحاجه اللي انا شايف ان هي بتتباع كتير. لا هو بيحارب الفكره دي وبدا بحاجه تانية خالص. هو بدا بالفري بيز، هو بيشجع ده. هو بيشجعك ان انت تبدا بنيكوتين قليل. تمام. ابدا بالام تي ال، وبعدين يا سيدي لو ما جاش معاك ابقى روح للسولتنيك، ولكن ما تبداش على طول بالخمسين. انا شايف ان ده انتحار بصراحه. انا واحد ببطل سجاير، انت كنت بتشرب كام؟ يعني اتقل سيجاره كام؟ المارلبورو الاحمر كام يعني؟ اعتقد 50 مللي جرام تقريبا. هل ال50 هي تعادل ال50 بتاعت السولتنيك؟ تقريبا اه. طيب انت ما عملتش حاجه. يعني كل الموضوع ان انت بعدت بس عن شويه القطران، ولكن انت ستيل رايح على دوز عالي. طب ليه؟ طب ما جرب ده. ف دي نصيحه يعني، خدوها كده في الاعتبار. سؤال بره الصندوق وهيبقى محرج شويه بالنسبه لك. الليكود المصري انت شايف ان هو يتقارن بالبريميوم بصفه عامه او المستورد بصفه عامه؟ لا ما يقارنش، بس في شركتين مم. هنا في مصر انا شايف ان هم عندهم بوتنشال، ان هم لو اشتغلوا على نفسهم وطوروا نفسهم ممكن كمان يقدروا يطلعوا بره مصر، مهم. يعني يبتدوا يصدروا اشمعنى كمان. الشركتين دول من غير ما اعرف هما عندهم مين؟ مقومات. فضولي ان انا اعرف بس عندهم ماشي. عندهم مقومات تخليهم يقدروا يصنعوا بره، يعني يصنعوا ويصدروا بره. اوكي. مم. لكن الغير كده انت مش شايف ان هو ينفع يتقارن لا لان للاسف هنا الصناعه مش ريجوليتد، يعني مش ملهاش مواصفه. مم. ما فيش مصنع، ما فيش كلين روم، ما فيش مراجعه، ما فيش اوديت، ما مم. فيش اف دي اي راقب عليك، ما فيش جايد لاينز. مم. فده طبعا بيؤدي الى ان ما بص فيش رقابه على المنتج بشكل كبير. هحاول مم. ابسط لك الموضوع مش دفاعا، ولكن عشان انا اعرف اغلب الناس. مم. اوكي طبعا، الا من رحم ربي، في حاجات كتير طبعا. مم. يعني هكلمك على النسبة الصغيرة اللي هم مثلا
انا بختار ان هم ينزلوا دي في ام مثلا. ده الايفنت اللي احنا بنعمله لللوكال ماركت. تمام. فالنسبه الصغيره دي او هم دول يعني انا بقى عارف الشخص نفسه. اوكي. فعلى درايه تامه باخلاقه بنفسه بطريقته. واعتقد ان الاتنين اللي انت ذكرتهم هم اتنين من الجروب ده. طيب هل الاتنين دول عندهم الحاجات دي؟ لا ما عندهمش. في زيهم شوية كتير في، بس مش كله. يعني لو من 1000 لاين هتصفصف على 50 لاين من 1000. النسبة طبعا كبيرة جدا، كبيرة جدا. فلو في 1000 لاين ليكويد مصري هم بالنسبة لي أنا شايف 50، مش شايف الألف. اوكي. ودي نسبة صعبة لو في ليكويد بريميوم. طيب بالنسبة لي الاختيار صعب فين؟ انا عارف هو بيجيب خاماته منين، انا عارف معمله عامل ازاي، انا عارف الريسيبي بتاعته مش تفاصيلها طبعا، ولكن عارف هو نسبه قد ايه. فالموضوع هنا زي الاتنين اللي انت عارفهم. فالناس دي شغالة بضميرهم شوية. اوكي. اوكي. فالضمير هنا هو المرجع للماركت او ليا حتى كانفلونسر هيطلع يتكلم عن المنتج ده. لان انا عندي مش عايز اقول لك كم ليكويد في كرتونه مليانه قد كده ليكويد عينات بتيجي. مين؟ معرفش. برميها. مين اللي طابخ لك؟ معرفش. هو لا عارف الفليفرز منين، لا عارف مين اللي هو اللي طابخ له اي حد وجايب تمام. فليفرز من اي حته. وكان عندنا سابقه قبل كده ان في واحد بيعمل في مكان ما فليفرز محلي، ودي كانت كارثه بقى. اللي هو بيجيب البودره ويعملها واطعمه اللي هي مكسبات الطعم فاهم. في الحلو وفي الوحش طبعا. دي من وجهة نظري برضو وردا عليك في الحتة دي. وهنا انت طبعا انا شفت مصانع في الصين. ما دخلتش رايف فيب، ما دخلتش مصانع في امريكا، ولكن دخلت في الصين وشفت طبعا الموضوع عامل ازاي. الموضوع مفيش بني ادم بيتعامل اساسا، هي ماشينز بالظبط كلها كده. تك 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 وفي رقابه وفي حتى الاوضه بتاعت النيكوتين عليها كاميرات بتراقب ده في اي الحكومة. مصنع ده طبيعي. الحكومة مراقبة الأوضة دي بالذات. تمام. عشان انت ما ينفعش تستخدم ده إلا بإذن من الحكومة. فدي كانت مظبوط. حاجة غريبة بالنسبة لي. طبعا أنا شفت وصورت وفي يعني مصنعين في مصر لما شافوا هم قالوا بكل صراحة احنا بعيد، احنا بعيد. اوكي. ولكن لو هنرجع للأول ما اتعمل ليكويد في أمريكا مثلا كان بشكل بدائي، صح. ولكن كويس. فاحنا ممكن نبقى ستيل بنفس البدائي اللي طبعا انتوا اتطورتوا عنه زي ما قلت لك. انا شفت ده في الصين، بس ستيل في كويس. يعني في نسبة صغيرة ايوه، كويس لا ده حقيقي يعني. طبعا. بس طيب هروح لحتة بقى انا بحبها في البرنامج، وهي فريق الاحلام. فريق الاحلام دايما احنا بنحط الفريق بتاعنا من زي الماتش كوره، مين هحطه في الدفاع، مين هحطه في الهجوم، مين هحطه في خط الوسط، ومين الجون بتاعي اللي بيصد اي حاجه في اي حته. فشايف رايف بيب من العشرة فليفرز اللي متوفرين في الماركت النهارده، مين فيهم في الدفاع، مين فيهم في الوسط، مين فيهم في الهجوم، مين الجون بتاعك؟ الجون بتاعنا بي سي تي. اوكي. مع ان ده عارف انت بس عشان نضمن، بس انا عايز اقول لك على حاجه. بس عشان نضمن ان احنا مش هنخش في انا ده جوان. تخيلت ان ده هيبقى اللي على طول بيجيب جوان. هو بيجيب جون في اي حته. ما ده موضوع محير جدا. يعني ده لا. بيجيب جون في اي بلد في العالم، في اي بلد. حط الازازه دي في اي حته في العالم، اسالهم كده رايف فيب هيقول لك في سي تي. في ناس ما تعرفش اسم رايف فيب، هم عارفين الشجره في سي تي. ده حقيقي. ده حقيقي. ما احنا خط الهجوم بتاعنا هيبقى في سي تي بلاك. اوكي. مؤخرا ابتدى يعمل نسبة مبيعات خيالية اكتر من اللي احنا كنا طيب متوقعين. انا هرسم معاك الموضوع ده كده. اللي هنا ده الجون ورا. اوكي. الفريق بيبدأ من عندي. اوكي. تمام. وده قلنا الوسط. ده الهجوم. ده الهجوم يعني قدام خالص. اوكي. ماشي. في اس سي. ده وسط. ده الدفاع. هو الوسط فين؟ عشان انا بطلع الوسط في النص الوسط في والدفاع النص. ورا. الوسط في انا النص. ماليش في الكوره برضه يعني مشكله كل حلقه. طيب ده الدفاع. الفي اس سي. والسويت المند والفي سي تي بيستاشيو دول خط الوسط. يعني التلاتة دول الوسط. اه. اوكي. تمام. يعني كده ده الهجوم يا جماعه.
دول خط الوسط كده كلهم ظاهرين عندكم. مظبوط. وادي الدفاع ال في سي تي بولد. في سي تي بولد. بس كده. بس كده. ده انت شايف ان ده فريق الاحلام بالنسبه لك. طيب ركزوا بقى معايا يا جماعه، ده صاحب الشركه تمام. فالفي سي تي هي الجون بتاعه اللي هو ما بيفوتش. اوكي. خط الدفاع بالنسبه له الفي سي تي بولد. خط الوسط بالنسبه له الفي سي تي سويت الموند والفي سي تي بيستاشيو. انت عارف ان في بورسعيد بيقولوا عليها بيستاكلو. اوكي. والفي اس سي تمام. وحاطط في الهجوم عندنا الفي سي تي بلاك. وانا معاك في الحته دي بصراحه. هو ادرى بقى بالتقسيمه وهناخدها ريفرنس يا جماعه، يعني خدوها ريفرنس خلاص، يعني ده من المطبخ نفسه. طيب هل من وجهة نظرك بما انك بتتعامل مع ريفيورز العالم، اوكي، انت شايف ان هم اللي بوظوا السوق؟ الريفيورز يس. لا لا. خالص. اوكي. لا. دي حاجة هتشكر والله يعني. انا مش ريفيورز بس كتر خيرك يعني. في ريفيورز جم قالوا بس كنا بنتكلم على سوق مصر بس. احنا هنا الموضوع اشمل على شوية. حسب ماشي. ما انا ممكن ابقى ريفيور بعمل ريفيو لمنتج. انا مش بعمل ريفيو لمنتج عشان اعرضه. لكن انا اعتقد ان كل واحد من الريفيورز او الانفلونسرز في كيمستري بينه وبين الفانز بتوعه. لو هو حابب المنتج ده قوي انا هبقى بواصلني ان ده مش مجرد اعلان. طيب كان عندنا موضوع من رايب فيب. احنا كنا هنعمل عنه حلقة مخصوصة عشان ننوه بيها للناس. ايه رأيك نتكلم في الموضوع ده في الحلقة برضو؟ ما عنديش اي مشكلة. اوكي. طيب الموضوع احكي لنا الاول انت الموضوع. هو يعني عشان ما نطولش، هو باختصار احنا عندنا في الشركة بنستخدم طريقة حماية تكنولوجي لحماية المنتج. الناس تتأكد ان المنتج ده اصلي او مش اصلي. ممكن نشرحها عملي صح؟ يعني ممكن طبعا نوري ممكن. ده في طبعا ممكن نشرحها عملي. ال الكيو ار كود ده، انا اول ما بشتري المنتج في المحل دخلت بعمل سكان للكيو ار كود ده، بيدخلني على الموقع بتاع الشركة على البيج بتاعت الصيفين. بس ثانية واحدة بفتح دي بس. الباندرول ده موضوع. يعني ده الكيو ار كود اللي هنا، و الصيفين دي هي اللي بنعمل لها سكان. اوكي. دي بتقول لنا اذا كان المنتج ده اصلي او لا. دي اللي هي ركزوا يا جماعة اللي هي دي تمام. ركزوا انا هقولها برضو من ناحيتي. ادي الكيو ار كود. ببدا اول ما اجيب المنتج بتاعي الازازه بتبقى بالشكل ده تمام. انا هوريك المنتج المرخص اللي موجود يعني، مش هوريك اي حاجه تانية تمام. طيب الازازه دي بجيبها اول ما بفتحها، قبل ما بفتحها بخش على الكيو ار كود. الكيو ار كود ده هيوديني على الويب سايت الرسمي بتاع اوكي الشركة. الرسمي بتاع الشركه. طيب تاني حاجه هعملها ان انا هسكان من على الويب سايت الكيو ار كود ده او العلامه دي. يا جماعه العلامه دي بالنسبه لهم هي الريفرنس للحدوته كلها. زمان كانت فاكرين بتاع زمان اللي كنا بنخربشها اللي هي انا عندي ازاز من القديمه ستيل عندي. هنا الموضوع بقى اسهل بكتير. انت هتفتح الويب سايت من موبايلك، اللي انت هتجيبه من على الكيو ار كود انت مش هتتعب حتى ان انت تدور عليه اوكي. وهتجيب موبايلك وتمشيه على العلامه دي وبعدين هتقول لك الويب سايت هيقول لك اذا كان المنتج ده اصلي او لا. وفي حاله لا قدر الله ان ده كان كم منتج مره. ده بس أصلي، استنى دي بتفرق برضو. هقدر اسكان لحد كم مره؟ الكود ده بيتعمل له سكان 3 مرات بس. 3 مرات وهشرح فقط. لك ليه. هشرح لك ليه. لان أوكي. في يعني رصدنا اكتر من حالة ناس بتاخد الكود الاصلي وتروح بيه الصين تعمل منه كوبيز مضروبة، وبعد كده يستخدموها في ان هم يبيعوا المنتج المتقلد في السوق. يعني الواحده. طب ما هي الواحده هتعمل 3 ازايز. هتعمل 3 سكان بس.
الاول ما كانتش بتعمل 3 سكان بس، أوه. الاول كانت مفتوحه على طول، يعني انت ممكن تقعد تعمل سكان كذا مره. اه وبعد كده عملنا لها ليميت 3 مرات عشان مم. نحد من استخدامها في المنتج المقلد. والله هي لو مرة واحدة كفاية بتهيألي من وجهة نظري يعني. هشرح لك ليه 3 مرات. 3 مرات لان في ممكن تاجر جمله بيستلم، ممكن محل اه عايز بيستلم، يشيك، صح صح ممكن صح صح في صح صح، اند يوزر هو بيستلم. صح، مظبوط 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 مظبوط. فللسبب ده هم 3. اوكي طيب الرابعة بيقول لي ان اتعمل لها تشيك قبل كده، ولا بيقول لي ان لا دي فيك او كلون لا، او لو قال لك اصلي خلاص فده منتج اصلي، ممكن تقدر تستخدمه على طول، مفيش فيه مشكله. مم. في حالات لا قدر الله طلع مضروب او مقلد، ففي زرار موجود ان هو تواصل مع الشركه، بتعبي بياناتك، الاسم والايميل ورقم التليفون، مم. وحد من التيم عندنا بيتواصل معاك عشان ركزوا. يعمل لك سواب مم. فور فري. مم. هيبدلها لك بمنتج اصلي، هياخد منك المضروبه ويبدلها لك بالاصلي. حلو ده، حلو ده، ده حلو. في اي مكان في العالم. اي مكان في العالم. اي مكان في العالم. والله ما قصرت، والله ما قصرت. طيب يا جماعة اختصارا، لان ده تقريبا ممكن تبقى دي اهم حاجة في حلقة النهاردة من وجهة نظري يعني. ركزوا في الحتة دي يا جماعة. بص مبدئيا انا هسهل عليك حاجة صغيرة كده، مفيش منتج عليه باندرول مضروب مبدئيا. 2، طب عايز تتأكد اكتر، حلو، هنعمل الكيو ار كود، هنسكان العلامة الصغننة دي اخرها 3 مرات، تمام، هيقول لك المنتج اصلي، شكرا سلام عليكم. مش اصلي، اوكي، منتج مش اصلي ومرخص، انا هكلمك على المرخص مش اصلي، الشركه تبعت لك واحده فور فري، شكرا سلام عليكم يعني، كتر خيركم، عاش والله. أهو، يعني طبعا الموضوع ده على صح، انا صح ان هو على الباندرول بس ولا بصفه عامه؟ على كل منتجات رايت كل بيبس في اي منتجات. حته في العالم. واو، والله ما قصرت، تمام. والله ما قصرت. طيب نخطف برضو خطفة سريعة كده للمنتجات. هل ال3 منتجات الديسبوزبل لسه موجودين في الماركت بتاعنا ولا فاضل؟ يعني انا الثلاثه لسه موجودين. ال3 لسه عندنا. الثلاثه لسه موجودين في السوق المصري. اوكي يا جماعة بصوا سريعا كده هنقفل، انا هقفل معاكم الحلقة عشان المخرج قاعد بيشاور لي بيقول لي كفاية كفاية. اه والله العظيم مش عارف انا في ايه. ايه يا عم، ما انا عليا فلوس ليك. طيب ولا طيب. عندنا يا جماعه ده الديفايس الاولاني خالص اللي نزل عندنا الماركت. ده ار في 20K. خدوا بالكم يا جماعه عشان هم بيسموا كل ديفايس باسم شجره، يعني ركزوا في الحدوته دي. وده الديفايس التاني لا ده بصوا بالترتيب كده، ده كان 25، ده 20. ده 20، ده 35، وده 40. دول الثلاثة المتوفرين في الماركت من رايف فيب، وتقدر هتلاقيهم في كل حتة يعني. وبكده نختم حلقتنا النهاردة. كنا سعداء جدا باستضافتك يا مصطفى، والأول مرة يكون معانا شركة أمريكية في ذا بودكاست. مبسوطين بتواجدك معانا، وإن شاء الله يعني مفيش حاجة حصري الجديد قبل ما نقفل الحلقة. إيه اللي جاي؟ عندنا ديفايس 50,000 باف قريب هيكون موجود في السوق. حلو ده، حلو ده. و 8 فروت فليفرز هيكونوا موجودين في السوق. 8 فروت فليفرز. دول هيكونوا موجودين في الديسبوزبلز، وكمان موجودين في البوتلز في الايليكويد. يعني انا ما جربتش، فنجرب الاول نشوف. احنا ان شاء الله قريب يعني ان شاء الله قريب هتشرفنا في المصنع في امريكا، ان شاء الله. وهتجربهم كلهم وانت قول لنا بقى رايك. ماشي اتفقنا. حبيبي يا داش، شكرا ليك وسعداء بتواجدك معانا كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاك يا شادي، وان شاء حبيبي. الله تكون حلقه حلوه. ان شاء الله حبيبي. حبيبي. Thank you. باي باي.